هاجم تنظيم الدولة الإسلامية داعش مدينة منبج لفك الحصار عن عناصره مستخدما السيارات المفخخة، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية ردت على هجماته وقتلت الانتحاريين قبل وصولهم الهدف. اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 5 تموز يوليو فصائل إسلامية مقاتلة في محافظتي حلب وإدلب شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها. والفصائل هي حركة نور الدين زنكي، الجبهة الشامية، الفرقة 16 في حلب، جبهة النصرة، وحركة أحرار الشام الإسلامية في إدلب. تجري تركيا تحضيرات لقبول 3 ملايين نازح من سوريا وغرب كردستان كمواطنين أتراك. وحصلت بريس 23 على تسريبات تفيد بوجوب أداء من سيحصلون على الجنسية للخدمة الإلزامية العسكرية في تركيا. انضمت فتاة برازيلية الأصل مؤخرا إلى صفوف البيشمركة لمقاتلة تنظيم داعش، وأكدت لوسائل إعلام محلية أنها لا تفكر بالعودة إلى بلدها وستتعلم اللغة الكردية، كما أعلنت عن رغبتها في الزواج من شاب كردي. لقاء مرتقب سيجمع الناتو وروسيا في وارسو، وسوف يناقش اللقاء موضوعات الشفافية وتقليل الأخطار وتنبيه بعضهما البعض بعد توتر في العلاقات في الفترة الماضية. جاء في تدوينة لموقع الفيسبوك على صفحته الرسمية أنه في الوقت الذي من الممكن أن يكون هناك مياه على سطح المريخ، لا تصدق كل شيء تقرأه على الإنترنت اليوم. فيسبوك مجاني وسيبقى كذلك. وأضاف موقع التواصل أنه ما يتم تناقله حول إشعار قانوني يجب على كل مستخدم أن ينشره على حسابه مجرد خدعة.